تريكات المحاشي اللي هتخلي محشيك يطلع مظبوط زي الفل وما فيهوش غلطة. محشي الكرنب، الشوربة لازم تكون مغطية المحشي كله ما عدا آخر صف بس نخليه ظاهر شوية. محشي البتنجان، الشوربة تكون واصلة لحد تلتين البتنجانة بس، مش نغرقها علشان ما تتهريش. محشي الفلفل والكوسة، الشوربة توصل لنص الفلفلاية أو الكوسية فقط، وده بيخليهم يستووا صح من غير ما يفتحوا منك. ورق العنب، الشوربة لازم تغطي أول صف فقط، ولو خايفة يفك أثناء السوى حط عليه طبق وتقليه كويس علشان يفضل ماسك نفسه. أهم قاعدة في كل أنواع المحشي، إحنا بنسوي الرز مش الخضار. يعني لو بتعملي محشي بتنجان مثلا، افتحي واحدة وجربي الرز، لو استوى خلاص اطفي النار فورا، وما تستنيش جلد البتنجان نفسه يطرى زيادة علشان الرز هيعجن منك، وده كمان بيكون دليل إن البتنجان نفسه قديم ومش طازة. لازم نسقي المحشي بشوربة مغلية مش باردة، أول 10 دقايق على نار عالية وبعدها نوطي النار زي طريقة تسوية الرز بالظبط. خضرة المحشي أساسية، بقدونس، كزبرة، شبت، ودي بتفرق جدا في الطعم. ما تكترش رز جوه المحشي علشان هيكتر ويطلع بره أثناء السوى. مثال مظبوط، كيلو ونص بتنجان زائد ربع كيلو فلفل بياخدوا تقريبا نص كيلو رز، وتملي نص ثمرة فقط. توابل المحشي، ملح، فلفل، 7 بهارات وشطة اختياري. ورق العنب، ضيفيله ليمون زائد سماق أو دبس رمان، هيطلع حكاية بجد. تريك قمر بقى، حطي معلقة صلصة إضافية مع المحشي غير بتاعة الخلطة، ومعلقة سكر صغيرة جدا علشان توازن الحموضة وتدي لون تحفة جدا. اعملي لايك وشير علشان نوصل لأكتر عدد ممكن. اللايك مش هيفرق معاك لكن بيفرق معايا جدا علشان نقدر نستمر وننشر كل جديد. ما تنساش تصلي على الحبيب.